اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وصحبه وسلم. يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفه جديده وفيديو جديد. النهارده نجهز مع بعض وصفه تنفع فطار او عشاء بتنجانه واحده تقدري تعمليها. يلا بينا نشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. اول حاجه معايا كده بتنجانه انا مقطعاها قطع صغيره ومصفياها من اي ميه فيها. دلوقتي اضيف عليها كده حوالي 3 معالق كبار من النشا. ابدا اخلط كده البتنجان كويس مع النشا. الخطوه دي بتساعدني ان البتنجان يستوي بسرعه وكمان ما يشربش زيت معايا. خلاص كده قلبت البتنجان كويس مع النشا. دلوقتي اضيف عليه حوالي معلقه صغيره من الملح واقلبه كويس برضو لحد ما البتنجانه بتاعتي تتبل كويس بالملح. خلاص كده زي ما انتم شايفين تبلتها كويس بالملح. خلاص كده بعد ما تبلتها كويس بالنشا وبالملح بكون معايا كده طاسه على النار حاطه فيها زيت. هستنى كده لما الزيت يسخن كويس وبعدين هنزل عليه كده ببصلايه متوسطه الحجم. انا مقطعاها كده جوليان او طرنشات بالطول. هقلب كده البصلايه مع الزيت لحد ما تتشوح وريحه البصلايه تطلع معايا وتتبل. وخلاص كده بعد ما البصلايه بتاعتي خدت لون اصفر خفيف هنزل عليها كده بالبتنجان. هقلب البتنجان كده اديله تشويحه كده مع البصل عشان ياخد من طعم البصل. طبعا في الوقت ده النار عندي بتكون هاديه. افضل اقلب في البتنجان باستمرار لحد ما يستوي كويس وياخد لون الاصفر الخفيف اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده البتنجان اتحمر كويس وكمان استوى كويس معايا وواخد كمان من طعم البصل. في الوقت ده طبعا بكون عند النار متوسطة. خلاص كده بعد ما حمرت البتنجان كويس مع البصل هنزل عليه كده فلفل الوان. هدي كده الفلفل تشويحة مع البتنجان والبصل لحد ما الفلفل كده يدبل معايا. خلاص كده بعد ما الفلفل يدبل معايا وتحمر كويس هنزل عليه كده بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هدي برضو للثوم تشويحة كده مع البتنجان والفلفل والبصل. خلاص كده قلبت كل المكونات دي كويس مع بعض. ودلوقتي هضيف عليهم كده طماطم متقطعة قطع صغيرة. هقلب برضو الطماطم مع المكونات دي كلها مع بعض لحد كده برضو ما الطماطم تستوي كويس معايا وتدبل. خلاص كده دلوقتي هتبلها هنزل كده بالبهارات بتاعتي معلقة كبيرة من الكزبرة. هخلط كده معلقة الكزبرة الناشفة اللي احنا ضفناها على البتنجان واقلبها كويس بجد بتدي ريحة حلوة وطعم حلو للبتنجان مع الخلط اللي احنا مجهزينها للبتنجان. ودلوقتي كمان هضيف حوالي معلقة صغيرة من البابريكا واقلبها برضو كويس مع البتنجان. ودلوقتي هضيف كده نص معلقه صغيره من الثوم البودر ونص معلقه صغيره من البصل البودر. خلاص كده بعد ما ضفت البهارات على البتنجان هنزل عليهم كده ب3 معالق كبار من الخل. ودي هتكون الطشه بتاعه البتنجان بتاعتنا. دلوقتي هديلها برضو رشه بسيطه من الملح. هديلها برضو تقليبه كده على نار هاديه. خلاص كده يعتبر الوصفه بتاعت النهارده خلصت. دلوقتي هجهزها في طبق واوريها لكم. بجد كانت ريحتها قلب البيت كله وكان طعمها جميل جدا. وصفة سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت وبتنجانة واحدة تقدري تعمليها وتغيير للفطار او العشاء. ده كده كان فيديو النهارده. بتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفوا قناتي. بحبكم في الله والسلام عليكم.